بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، متابعي مصر في كل مكان، شريهان طالبة الحلال. شريهان عندها نوع من انواع يعني الجرأة، ما اقدرش اقول غير الجرأة. طالبة الحلال، طالبة عريس على السوشيال ميديا، طالبة ان هي تكون يعني متزوجة خلال عام 2023، وده قرار. عشان كده راحت لوسائل التواصل الاجتماعي واتكلمت كتير جدا على الفيسبوك بتاعها وعلى التيك توك، وقالت انا اسمي شريهان، عمري 27 سنة، اريد زوجا يتقي الله فيا. وزي ما انتم شايفين، عندك عربية؟ معلش اتفضل. اسمك ايه الاول؟ اسمي شريهان. ازيك يا شريهان؟ الحمد لله. منوره الدنيا. بنوره. القدره بتاعتك دي هتخلي البنات كلهم يعملوا زيي ان شاء الله. ايه الحكايه بقى؟ فهمينا. العريس هو اللي بيروح للعروسه ويطلب ايديها، انت دلوقتي اللي بتطلبي عريس على النت. عشان الدنيا بقت صعبه بصراحه، كل ما يجي لي عريس معهوش مثلا يجيب شقه ملك باسمه. أيوة. ما عندوش ان هو القدره ان هو يكون في اطفال، في بيت، في اسره. أيوة. ما عندوش، فبالتالي ان هو بيمشي بيطفش. بيطفش. طب انت فكرتي امتى انك انت تعملي كده؟ والله انا فكرت كتير وكنت متردده لحد ما جات لي الجرأه ان انا لازم اطلع واقول. لما لقيت صاحبتي خايفه على جوزها مني. صاحبتك؟ خايفه على جوزها مني. قلت لها لا والله لا اتجوز. لازم اتجوز، ما انا ما بخرجش اصلا. ايوه. لازم الناس تشوفني عشان يجي لي مليون عريس، ما انا ما بخرجش. دايره علاقاتك صغيره جدا. فعشان كده انا طلعت واقول ان انا عايزه عريس. مش مهم السن، 49 50 60، بس يكون راجل. انا ما بقولش شاب عشان الشبان كلهم معظم الناس بتتجوز وبتطلق. كلهم والله يا فنان. لا 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 لا، معظم الناس بتتجوز وبتطلق بسبب الخيانه. حقيقه. فانا عايزه راجل عقلاني، يكون شعره ابيض في اسود كده، احس ان انا متجوزه راجل، مش مهم السن. طب مواصفاته بقى، يعني شعره ابيض في اسود، ابيض، يكون عنده شنب موجود، يكون طويل يعني مش طويل قوي. فريد شوقي. زي فريد شوقي كده. ومين تاني؟ ايه؟ فريد شوقي ومين؟ زي فريد شوقي كده. ايه؟ ايوه فريد شوقي. ايوه. عايزه بياض حسين فهمي؟ ما انت المواصفات كلها. لا مش لا مش عايزاه شبه حسين فهمي. ده نهار اسود. لا، عايزاه شبه عارف مسلسل حدائق الشيطان؟ عارف الراجل التركي اسمه ايه؟ السوري. جمال سليمان. عايزاه شبه جمال سليمان بالظبط، او رياض الخولي. انا اعشق الشكل ده، احبه جدا. ايوه. طب قولي لي ايه اللي خلاكي يا شريهان تطلعي على النت وتقولي الكلام ده؟ تعبت يا جدعان والله العظيم. انا عايزه اتستر وعايزه اتجوز. كل اصحابي بيغيروا مني انا، يعني لما جوزها بيسلم عليا بيغيروا. فانا تعبت، يعني انا باخد في نفسي وبعيط. فانا مش وحشه، انا حلوه. حاسه انك محتاجه الرفيق، محتاجه يكون ليا حبيب، زوج يكون جنبي، يطبطب عليك، يكمل النص اللي باقي من عمري. انا عندي 27 سنه يا جدعان، كل يوم بكبر. بس ما تقوليش عنست. ايوه عنست، كله بيقول لي انت عنستي. كل الناس بتقول عليا ان انا عنست. والله لسه صغيره. والله تعبت. كل الناس، يعني انا مثلا تيجي مثلا حد يجي يقول لنا ايه ده انت بنتك عنست، اسمع الكلمه دي اعيط. صحباتي طبعا. تعبت بجد. فانا عايزه اتجوز بجد، يعني زي راضي الخولي كده، زي بالظبط جمال سليمان. السن ده احس فيه ان انا بجد الاقي نفسي فيه بس. طيب امكانياتك ايه؟ ولا اقصد هنا الامكانيات الجسديه، اقصد الامكانيات الماديه. امكانياتي الماديه طبعا متوسطه، يعني مش غنيه قوي. عربية. طبعا عندي عربيه مرسيدس. حلو. طب والشقه؟ عندك شقه؟ لا ما عنديش شقه. ما عندكيش شقه؟ لا. طيب اكتر حاجه انت بتحبيها في الموضوع؟ انا هجيب شقه ليه عامه؟ انا هجيب شقه ليه؟ عايزك بقى تعرفيني عن
مواصفات فتى احلامك غير ان هو يكون زي الممثل ده؟ يعني مثلا الفئه العمريه سن من كام لكام؟ هو طبعا انا عايزاه من سن 49 من 50 ل 60. هو ده احس ان ده راجل بجد اتسند عليه، ابقى حاسه معاه بالامان. مش شاب يكون طايش يبقى متجوزني ولا سايبني وماشي مع واحده تانية. لا انا مش عايزه ده خالص. بس كده. طب اكتر حاجه صحابك قالوها لك وانت طالعه تتكلمي على الموضوع ده قالوا لك ايه؟ ولا انت ما قلتيش لحد؟ لا انا ما قلتش لحد. كده كده هم بيتكلموا من ورايا ويتغمزوا من ورايا ويقولوا عليا ان انا عنست. بس انا ان شاء الله ربنا هيكرمني بالزوج الصالح واحسن من اي حد في الدنيا. واللي بيتكلم عليا دلوقتي كلمه بكره اكون احسن منه مليون مره. والله انت احسن منه مليون مره ان شاء الله ان شاء الله. العيون دي عيون عاديه ولا لينسي؟ لا عيوني. ده لون عينك؟ معلش عشان الجمهور بيسال بس. عينيا. طيب عامله حاجه تجميل؟ لا بصراحه. لا والله ده شكل طبيعي. ايوه. وبعدين انت عارف ان العمليات دلوقتي بكام؟ خش لها في مبالغ. يعني هلعب ليه في خلقه ربنا؟ ربنا خلقنا كده. ضد التجميل؟ لا ضده طبعا. ليه العب في خلقه ربنا؟ ربنا خلقني كده شكلي كده. طيب الاتهامات اللي بتتوجه ليك انك انت تحب تتبع الترند، معلش انا اسف. نعم. الاتهامات تتوجه ليك انك بتتبع الترند. ترند ايه والكلام الفارغ ده ايه يا جدعان؟ ترند ايه اللي انا هتكلم؟ واحده تطلع تقول انا عايزه اتجوز هتقول ترند؟ بكره هتجوز يبقى مش ترند. بس هتعزمينا في الفرح؟ هعزمكم كلكم طبعا. هم اكيد هيتواصلوا معاكم انتوا. عايزه العريس منين؟ من مصر زيي. حلو. مصر من محافظه ايه؟ مصر من مدينتي. مدينتي مش محافظه. انت ساكنه فين؟ مقطم. ايوه عشان كده. طب بص مدينتي دي عايزاه راقي زيي. راقي عامة يعني مش يعني ما يجيليش يعني من حته شعبيه يعني. ايوه. عايزاه راقي. يعني معلم فاكهه ما ينفعش؟ لا. جزار؟ المهن دي ما تنفعش؟ دكتور؟ لازم يبقى ممكن دكتور. مهندس؟ ممكن مهندس. طيار؟ ده يا رب يجي طيار. تحب الطيارين؟ طبعا. عايزه تسافري بره؟ لا انا سافرت كتير على فكره. لا انا اقصد يعني عايزه تسافري بره وهو طيار هياخدك معاه؟ عايزه اكمل معاه العمر كله. عارف قصه حبيبي دائما؟ عارف. بتاع الفنان نور الشريف وبوسي. عايزه اعيش قصه الحب دي بصراحه يعني. طب الناس اللي ممكن تنتقدك وتقول ايه ده طالعه تتكلم عن النت وطالعه تعمل وبتاع، دي بنتي تعمل كده ياي وكده. لا دي حريه شخصيه يا جدعان. انا اعمل ايه؟ انا ما بخرجش، محدش بيشوفني. انا عايزه اتجوز. الناس هتشوفني ازاي وتعرف؟ يعني يمكن دلوقتي هيجيلي مليون عريس اختار منهم. حصل. اكيد هيتواصلوا معاكوا ولا ايه؟ صدقوني انا باذن الله بجد. يا رب يجي لي العريس اللي نفسي فيه يا رب. طب انت عامله نادر لربنا لو جه عريس واتجوزته وبتاع؟ هذبح خروف. انت في المقطم عجل على طول وغلابه. لا احنا قلنا على قدنا خروف، مش هنقول عجل، خروف. ماشي. طب قولي لي بقى تفاصيل خاصه ب زمان، يعني شبابك ومراهقتك وبتاع، حبيتي زي الباقيين ولا عملتي؟ لا انا عمري ما حبيت ولا عمري ما مشيت مع حد. لا يا حبيبتي. علشان انا عارفه الولد بيمشي مع البنوته عشان يقول لصاحبه بص كانت ماشيه معايا. ما بحبش اللعب العيال. انا بحب يعني واخده الحياه مبدا. يدخل من بيتي. واخده مبدا ورجوله. ايوه اللي يعني عايزاه يدخل من بيتي. ما بحبش حد يعاكسني خالص. ولا حتى يا جميله يا بيضه. لا انا من بيتي بتعاكس كتير، بس انا بركب العربيه على طول وامشي ولا اكني شايفه حد. طب توعدي عريسك بايه بقى؟ هو قدامك اهو. اوعده ان انا هكون الزوجه الصالحه ان شاء الله، اللي انت ما شفتهاش في حياتك هتشوفها معايا انا. هتوري له ايه؟ هيشوف هيلاقي فيا اللي عمره ما شافه، اللي هو الادب والاحترام والذوق وبنت ناس، الثقه،
ما شاء الله. ده اهم حاجه في الدنيا. طبعا انا بشجعك بشكل خاص يا شريهان، وان شاء الله باذن الله تعالى تلاقي العريس اللي العريس اللي هيملى عليك حياتك. شكرا لكم متابعينا الكرام. اخر زمن البنات بتبحث عن العرسان في الشوارع، شريهان احدهم. شكرا لكم متابعينا الكرام والى اللقاء.